ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنخوض رحلة مشوقة جدا في عالم الأهرامات. حاجات كتير عن الأهرامات لسه محدش يعرفها، وكل يوم بنكتشف أسرار جديدة. مستعدين؟ يلا نبدأ. في البداية قبل ما نتكلم عن أي حاجة عندنا الأهرامات. تعالوا نعرف واحدة واحدة الأهرامات متكونة ازاي وعاملة ازاي. احنا بنسمع عن الأهرامات من واحنا صغيرين، لكن يا ترى حد في دماغكم كده وانتوا بتتفرجوا عليا خطرت على دماغه ازاي اتبنت الأهرامات؟ اللي يخليها واحدة من عجائب الدنيا السبعة. عندنا 3 أهرامات أساسيين في الجيزة، خوفو وخفرع ومنقرع. دول طبعا اللي بناهم أجدادنا الفراعنة أو القدماء المصريين زي ما بعضنا بيقول. بقالهم أكتر من 4500 سنة مبنيين. بس على فكرة السر مش في المدة خالص، السر في اللي استخدموها عشان يبنوها صح. تخيلوا ان الاهرامات دي مبنيه من ملايين الكتل الحجريه، كل كتله في الملايين الكتل اللي في الاهرامات وزنها تقريبا 2 طن. في اسئله طبعا بتخطر على دماغكم دلوقتي، ازاي الفراعنه قدروا ان هم ينقلوا لما الكتله الواحده تبقى 2 طن، قدروا ان هم ينقلوا الكتل الحجريه دي بدون المعدات اللي موجوده متطوره دلوقتي؟ دي بقى واحده عزيزي المشاهد من الالغاز اللي مفيش حد لحد يومنا هذا قدر ان هو يحلها. في حاجات تانية مثيرة جدا حوالين المواد المستخدمة في البناء. في دراسات حديثة بتقول ان الاحجار المستخدمة في بناية الاهرامات مش كلها جاية من المحاجر القريبة من الهرم، بعض الاحجار جاية من اماكن بعيدة زي محاجر الترى في الجنوب. وده طبعا معناه ان هم كانوا بينقلوا الاحجار دي لمسافات طويلة جدا، كانوا بيستخدموا النيل كوسيلة نقل أساسية. بس ثانية واحدة، هما ازاي كانوا بيرفعوا الأحجار دي لفوق؟ دي بقى عزيزي المشاهد الحاجة اللي لسه محيرانا كلنا. نيجي بقى يا باشا لتصميم الأهرامات. كلنا طبعا عارفين شكل الأهرامات إن هي شكلها هرمي متدرج مميز. الأهرامات ال3 في الجيزة مترصصة بشكل بيحاكي ترتيب نجوم معينة في السماء. يعني باختصار عزيزي المشاهد، المصريين القدماء مش بس كانوا مهندسين وعباقرة، كمان كانوا فلكيين محترفين جدا. تصميم الأهرامات مرتبط بالنجوم، وده بيفتح لنا باب كبير جدا للسؤال: هل الأهرامات كانت ليها وظيفة تانية غير إنها مجرد مقابر؟ تعالى بقى عزيزي المشاهد نتكلم عن جوه الهرم. العلماء اكتشفوا ممرات سرية جوه الأهرامات. الغريب بقى ان هم مستخدمين في بناء الممرات دي تقنيات حديثة جدا ما كانتش موجودة في عصرهم ساعتها، زي الرادار. موضوع مهم ومثير جدا، وهو يا باشا الادوات والمعدات المتطوره اللي استخدمها الفراعنه في بناء ممرات الاهرامات. الفراعنه كان عندهم علم وهندسه متطوره جدا بالنسبه لعصرهم. الحاجات اللي استخدموها واللي اكتشفوها كانت متطوره بشكل كبير جدا، وبتظهر مدى تطورهم وفكرهم العلمي والثقافي. عندك مثلا الرادار واجهزه الكشف. واحده من النظريات المثيره هي استخدام الفراعنه لادوات مشابهه للرادار عشان طبعا يحددوا اماكن الحجاره اللي هيستخدموها في الاهرامات. هتقولي طب هما كانوا ازاي بيقيسوا المساحة دي كلها والكلام ده كله؟ ممكن يكون عندهم نوع من الأدوات اللي بتساعدهم في قياس المسافات والأعماق بدقة، حتى لو ما كانش الرادار بمعناه اللي احنا نعرفه دلوقتي. بس طبعا كان في أدوات بدائية بتقدم نفس الوظيفة. كمان كان في استخدام رافعة متطورة جدا زي الرافعة البدائية اللي بتساعد في نقل الحجارة الكبيرة دي من مكان لمكان. في رسومات جدارية بتوضح استخدام الفراعنة للبكرات والحبال بشكل ذكي جدا عشان طبعا يرفعوا الحجارات تقيلة ويودوها للأماكن اللي هي المحددة. الفراعنه كانوا بيستخدموا ادوات حاده جدا زي النحاس والبرونز. الادوات دي طبعا كانت بتساعدهم في قطع الحجاره الكبيره بدقه عاليه، وده اللي مكنهم من بناء الاهرامات. الزاويه طبعا الحاده في الاهرامات اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي الشكل المثلث الحاد. استخدموا ادوات قياس دقيقه جدا زي المساطر والمثلثات الهندسيه عشان طبعا يضمنوا ان كل حاجه تكون في مكانها الصح. خلي بالك التخطيط الصح هو اللي ادى ان الاهرامات تكون ثابته وصامده لحد وقتنا هذا. تخيل معايا عزيزي المشاهد ان الاهرامات من 4500 سنه لحد وقتنا هذا وهي شكلها ثابت وصامد عبر الزمن. كمان الاهرامات مش بس مقابر للملوك، ده في حاجات تانية مهمه جدا من جوه الاهرامات، زي ان في مثلا شبكه معقده من الانفاق والممرات اللي بتوصل لغرف مختلفه، وده كان جزء من نظام الحمايه من اللصوص وقتها. كمان الاهرامات فيها اكتر من غرفه دفن، كمان في غرف للملكات والامراء. جوه الهرم في فتحات تهويه مصممه بعنايه شديده
على فكرة دي مش بس للتهوية، لكن كمان كانوا بيعتقدوا انها بتساعد الروح في رحلتها للعالم الاخر، ده طبعا حسب اعتقادهم. كمان في غرف مخفية مش معروفة لحد وقتنا هذا، دي طبعا ممكن تكون لاغراض روحانية او دينية او مثلا لتخزين الكنوز. على فكرة بعض الاهرامات فيها نقوش وزخارف، ودي بتمثل مشاهد من حياة الملك وانجازاته، وكمان نصوص دينية. في تماثيل وتمائم صغيرة موجودة جوه الاهرامات اعتقادا منهم ان هي بتحمي الملك بعد موته. الاهرامات بتعكس عبقرية المصريين القدماء في الهندسة والبناء، تعتبر من اعظم انجازات الحضارة المصرية القديمة. تعالى بقى يا عزيزي المشاهد اخدك لنظرية مهمة جدا، وهي نظرية ان في ناس بتقول ان الاهرامات تم بنائها بمساعدة الغير. طبعا عزيزي المشاهد انت مش محتاج اقول لك مين هم الغير، زي ما انت توقعت، الفضائيين. نظرية بناء الأهرامات بمساعدة الفضائيين. هل الفراعنة كانوا لوحدهم في بناء هذه الهياكل الضخمة؟ وهل النقوش اللي جواها دي بتدل على حاجات كتير؟ خلينا نكتشف اللغز ده سوا. أول حاجة عندنا النقوش الداخلية. لما تيجي تخش الأهرامات وتشوف وتركز في النقوش الموجودة فيها بتفتكر إن هي بس مجرد كتابات تاريخية، ولا هي رموز من عالم آخر؟ هل ده دليل على تدخل من الكائنات الفضائية؟ الأبحاث والدراسات الحديثة بتقول إن تقنيات الهندسة اللي استخدموها الفراعنة كانت متقدمة، بس ممكن يكون كان في تأثير خارجي. نظرية الفضائيين بتقول إن الأهرامات ممكن تكون اتبنت بتقنيات من عالم تاني. طب هل في حاجات تدعم النظرية دي؟ الأهرامات يا جماعة كانت تحفة فنية متقدمة جدا. الخلاصة والاستنتاج، سواء كانت الأهرامات اتبنت بمساعدة الفضائيين أو لا، فهي لا شك إنها بتكون إنجاز هندسي وثقافي يثير الدهشة، واللغز هيفضل مستمر ومازال بيحير العلماء وبيحيرنا كلنا بصراحة. وفي النهاية عزيزي المشاهد عايز أسأل سؤال مهم جدا، يا ترى بعد الهري ده كله فهمت أي حاجة من اللي أنا قلته؟ والله شكلي بهري على الفاضي. الله غالب. سلام.